مساء الخير، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. 100 يوم تابينج، والنهارده سيشن رقم 37. نفس مرة واحدة، دخل في 7 طلع في 7. ناخد مسؤوليتنا ونتاب مع بعض. هبدأ تابنج على طول. المفروض ان احنا واحنا كنا بنتناقش اكتشفنا ان احنا عندنا مشكلة اللي احنا سميناها ان انا عايزة اكون بحس من جسمي، بس انا مش عارفة اكون بحس من جسمي. طبعا الستيتمنت دي زي ما احنا شايفين هي من عقلي، وده معناه حاجة من الاتنين: يا إما الجملة دي صح يا إما هي مش صح. لأن أي جملة من عقلي عشان أعرف إذا كانت صح أو مش صح لازم أدخل من جسمي عشان أعرف هي صح ولا مش صح. فأول حاجة محتاجين نعرفها إننا نتصالح مع الستيتمنت دي، نتصالح مع الجملة دي. أنا عايزة أحس من جسمي، بس أنا مش بعرف أحس من جسمي. أول حاجة هعتبر الجملة دي صح، هعتبر إن هي دي الصدق بتاعي، ان انا دلوقتي مشكلتي ان انا عايزه احس مشاعر من جسمي. التشالنج بتاعي ان انا مش عارفه اعمل ده. just say yes to the present moment. فدلوقتي بدل ما هحس او بدل ما هحاول احس الشعور من جسمي، انا دلوقتي هروح احس ان انا مش عارفه احس الشعور من جسمي. بدخل جسمي واحس ان انا مش عارفه احس الشعور. just say yes to the present moment. انا مش عارفه احس الشعور من جسمي، مش عارفة أحس الشعور من جسمي. أنا دلوقتي بختار إني أسمح لإحساسي بإني مش عارفة إنه يكون موجود زي ما هو هنا ودلوقتي. مش عارفة أحس الشعور من جسمي، وبسمح لنفسي أكون مش عارفة. إيه اللي حصل؟ إيه الشعور اللي أنا حاساه من جسمي؟ إيه شعور الإنسان اللي مش عارف يسمح لمشاعره تكون موجودة؟ ايه هو الشعور اللي انتي حاساه هنا ودلوقتي؟ that kind of emotion اللي اسمه مش عارفة احس الشعور من جسمي. لو عارفة تميزي الشعور ممكن تقولي لنا عليه. لو مش عارفة تميزي الشعور فممكن تقولي لنا: هل انت حاسة فعلا من جسمك ولا مفيش حاجة موجودة في جسمك؟ اسمح للشعور يكون موجود زي ما هو من جسمي، واشوف what's my emotion.
أنا مش عارفة. هل لسه اسمها أنا مش عارفة أحس الشعور من جسمي؟ هل من جسمي حاسة شعور اسمه أنا مش عارفة أحس الشعور؟ هل في جسمي حاسة إن أنا مش عارفة أحس الشعور؟ هل في جسمي إحساس اسمه أنا مش عارفة أحس الشعور؟ ولو موجود شدته كده. هل أنا فعلا مش عارفة أحس الشعور؟ هل في emotional feeling في جسمي اسمها أنا مش عارفة أحس الشعور؟ البادي ريلاكسنج اللي أنا حاساه دلوقتي بيقول لي إن أنا سمحت للحقيقة إنها تكون موجودة في جسمي زي ما هي. وده معناه إن الشعور الحقيقي اللي أنا مسمياه مش عارفة دلوقتي سمحت له يكون موجود. Just say yes to the present moment. الشعور اللي أنا مسمياه مش عارفة، البادي ريلاكسنج اللي أنا حاساه بيقول لي إن الشعور اللي اسمه مش عارفة سمح بإنه يكون موجود. نفس مرة واحدة، بدخل في سبعة بطلع في سبعة، استقبل نور مكان اللي خرج، وبرجع تاني أشوف إحساس أو الجملة اللي بدأنا بيها. أنا عايزة أحس الشعور من جسمي لكن مش عارفة بقى اسمها إيه أو بقينا شايفينها إزاي. إيه اللي اتغير في شعوري إن أنا مش عارفة بعد ما سمحت لنفسي أحس إني مش عارفة؟ بعد ما سمحت لشعور إني مش عارفة يكون موجود، إيه اللي اتغير في عقلي؟ رغم إن أنا لسه مختارة إن أنا مسمحش للحقيقة تكون موجودة، بحب نفسي تماما وأقبلها بدون حدود. برغم إن أنا مختارة إن أنا ما أحسش، بحب نفسي أقبلها بدون حدود. برغم إن أنا مختارة إن أنا ما أسمحش للحقيقة بتاعت مشاعري إنها تكون موجودة، بحب نفسي أقبلها بدون حدود. مختارة إني ما أسمحش للحقيقة تكون موجودة. مختارة إني ما أسمحش للشعور اللي أنا حاساه إني ما أقولش اسمه. كده كده الشعور موجود في جسمي، أنا بس مختارة أقول إني مش حاسة. مختارة إني ما أعترفش بالشعور اللي أنا حاساه. مش بتعب عشان أغير ده، بتابع عشان أسمح للشعور اللي أنا حاساه دلوقتي يكون موجود. لأنه بغض النظر عن الكلام اللي أنا بقوله، في الآخر في شعور موجود في جسمي. مهما كنت بقول إن أنا مفيش شعور موجود في جسمي، فمفيش أي أساس علمي للجملة دي. لأن عملياتك الحيوية أصلا بتتم مع المشاعر. يعني مرور الطاقة في جسمك، الانرجي العادية الطبيعية، هو نفسه سريان المشاعر. فانت في كل ثانية بتحطي ايدك على قلبك انت بتحسي مشاعر موجودة في جسمك في اللحظة دي.
ففكرة انك مش حاسة دي فكرة مستحيل تكون موجودة. مفيش حد بيحس إلا من توقف الدم عن السريان في جسمه. طالما لسه الانرجي سيستم بتاعك شغال، الدورة الدموية بتاعتك شغالة، ده معناه انك بالتأكيد بتحسي. وطالما بتحسي فانت عندك وعي ان انت حاسة، يعني انت عارفة انت حاسة بايه، بس مختارة تقولي لنفسك ان انت مش عارفة انت حاسة بايه. just say yes to the present moment. اسهل حاجة بالنسبة لي اني اقول ان انا مش حاسة اللي انا حاساه، اني انكر، اني اشوف الشعور واحسه لكن انكر وجوده، كما لو كان الشعور مش موجود. انا الان مدركة ان body relaxing اللي انا حاساه ده معناه ان في استجابة من جسمي للمشاعر اللي بتتغير جوايا. أنا حاسة دلوقتي بالبادي ريلاكسنج، وده معناه إن حاجة كمان من الصدق الموجود جوايا سمحت لها تكون موجودة. ممكن أكون I'm not telling my truth، مش بقول حقيقتي، مع ذلك ما أقدرش أمنع التعبير من إنه يديني الإدراك اللي بيقول إن أنا كمان زي باقي الناس اللي صادقة مع نفسهم، أنا كمان زيهم بالظبط بحس مشاعر من جسمي. برغم إن الجملة اللي أنا بدأت بيها اللي بتقول أنا عايزة أحس شعور من جسمي بس مش عارفة، حسيتها من جسمي وطلعت مش حقيقية، وطلعت بعرف عادي إني أحس مشاعر من جسمي، بس عايزة أقول لأ. بسمح ده يكون موجود هنا ودلوقتي زي ما هو. بسمح لنفسي استقبل نور قصاد إن أنا شايفة الحقيقة وبنكرها. في أي لحظة بحس إن أنا فعلا عايزة أكون شخص متوازن، بحس إن أنا عايزة أكون أكثر نجاحا. دايما متاح إن أنا أدخل السيشن دي تاني وأشتغلها من الأول بصدق أكتر، بنية أكتر إن أنا عايزة أحب. سيب الإيجو العند الكلام اللي أنا حافظاه، وبقول لنفسي إنه طب ما تاخدي القيمة الحقيقية بدل ما تاخدي القيمة من عدم الحق. وبرجع أشتغل السيشن تاني من طاقة إلهية. بكون عندي اختيار إني أحب نفسي بما يكفي عشان أعترف ليها إنها بتتطور. أقدر أحب نفسي تماما وأقبلها بدون حدود. نفس مرة واحدة، بدخل في 7 طلع في 7، استقبل نور مكان اللي خرج. أشوفكم مرة تانية.